بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد، معكم محمد أيوب. هكلمك النهاردة عن استرجاع حسابات الفيسبوك. هتعمل إيه علشان تقدر تحل مشكلتك بكل سهولة؟ بدل ما تلجأ لأي حد تقدر تلجأ للشات جي بي تي زي ما أنا عملت كده. وطبعا إيه اللي خلاني أتكلم عن المشكلة دي؟ لأن في حد كده معرفة بدأ يقول لي إن في عنده مشكلة، والمشكلة كالآتي: زي ما أنت شايف دي رسالة اللي بتجيله، بيقول الحساب اتقفل، والموضوع هنا بسبب حقوق طبع ونشر. فده طبعا بيأثر على الحسابات، فيا ريت لو عندك حساب فيسبوك بلاش تنزل حاجات مش بتاعتك، او حاجات مثلا فيديوهات لاي اشخاص تانيين، ده بيأثر عليك وممكن حسابك يتقفل زي ما ظهر قدامك كده. فالاحسن تجنب حقوق الطبع والنشر، لان استرجاع حسابات فيها بتكون صعبه جدا. فانا دلوقتي هقول لك طريقه كويسه جدا تعمل بيها ايه علشان تقدر تحل المشكله دي. ولو في طبعا مشاكل غير حقوق الطبع والنشر، فانا متاكد 200% ان الشات جي بي تي هيحل لك المشكله بكل سهوله. فبسرعه كده انا هبدا اروح للشات جي بي تي اول ما المشكله دي هتجيلي، وهبدا ارفع له الصوره كالاتي. زي ما انت شايف كده انا رفعت له الصوره، وهبدا اقول له محتاج حل لمشكله حسابي، وابدا اعمل ارسال. يبدا يجيب لك بقى الحلول وتعمل ايه، وتبدا تتكلم معاه اكنك بتكلم شخص حقيقي، وده يمكن هيفيدك اكتر من الشخص نفسه. يعني الشات جي بي تي هيوضح لك كل حاجه. زي ما انت شايف بيقول لك ان الصوره بتوضح ان حسابك على فيسبوك تم تعطيله بشكل نهائي بسبب انتهاك معايير المجتمع المتعلقه بسلامه الحساب. فزي ما قلت لك الحوار كله ليه علاقه بحقوق الطبع والنشر. فهنا بيقول لك تقدر تعمل ايه علشان، يعني دي يعتبر محاوله علشان تقدر ترجع الحساب بتاعك. تقدر تاخد الرابط ده كوبي وتروح تفتحه مثلا من جوه الكروم، وتبدا تعمل كالاتي. فانا مثلا هبدا اخد الرابط ده كده كوبي. تمام، بدات اخد كده الرابط كوبي، وهبدا اروح على جوجل كروم، وبدات الصق الرابط بالشكل ده كده. زي ما انت شايف في مشكله هنا، بيقول لي ان الصفحه غير متاحه. طيب لو ظهر لك المشكله دي وما جالكش ان انت تدخل او تكمل الاجراء اللي انت داخل تعمله، تعمل ايه؟ في حل تاني انا شايف ان هو كويس جدا، وده هيكون الاحسن. لو حساب الفيسبوك بتاعك مرتبط بالانستجرام فده هيكون كويس جدا. هنا بيقول لك تجربه استرجاع الحساب عبر انستجرام، لو كان مربوط ادخل على انستجرام. دلوقتي انا قلت له عاوز طريقه الابلاغ من خلال الانستجرام، فبدا يجيب له زي ما انت شايف الطريقه الاولى، وفي طريقه تانيه. تمام، هنا طبعا زي ما انت شايف بيقول لي محتاج اجهز لك رساله طعن قويه بالانجليزيه او بالعربي جاهزه ترسلها لفريق الدعم. فانا طبعا موافق. زي ما انت شايف قلت له انا محتاج الرساله بالانجليزيه. الاول خالص لو تفتكروا معايا، لو كان في اي مشكله من خلال فيسبوك ظهرت، بنبدا نروح نعمل سيرش كتير على اليوتيوب، ونشوف بقى حد منزل لك رساله وحد مش عارف ايه. انت هنا الشات جي بي تي بيلخص لك كل حاجه زي ما انت شايف كده. يعني المفروض دلوقتي هعمل ايه؟ هبدا اروح كده على الانستجرام واروح اعمل ابلاغ بالمشكله زي ما انت شايف اهو الانستجرام، وهنبدا اروح على البروفايل بالشكل الاتي، واروح على الثلاث شرط دول. ومش لازم تدور، تقدر تعمل هنا كده بس تقدر تكتب مساعده، بس اكتب بس مساعده. تمام، ويبدا يدخلك على طول على الابلاغ عن مشكله. وزي ما انت شايف بيقول لك عوده وهز الهاتف. انا مش محتاج اهز الهاتف، انا محتاج اعمل ابلاغ عن مشكله دون هز الهاتف، وابدا اعمل تضمين ومتابعه. وزي ما انت شايف هنا بيقول لك يرجى شرح المشكله او العطل باختصار. طيب انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ هلغي الصوره اللي جات لي تلقائي دي، وهبدا اضيف الصوره بالمشكله بتاعتي. تمام، وابدا ارجع للشات جي بي تي، وهبدا اخد الكلام ده كده كوبي. تمام، من اول دير فيسبوك. تمام، وابدا اعمل نسخ. هبدا ارجع كده للانستجرام، وهبدا اعمل بيست للرساله بالشكل ده كده. طيب هنا لازم تتاكد انت مش تابعك كده وخلاص. تمام، انت كده خدت الرساله زي ما انت شايف. المطلوب هنا مني بس هبدا ادخل الاسم بتاع الاكونت بتاعي، ويفضل يكون نفس الاسم المسجل في البطاقه. وطبعا هنا يعني يفضل ان انت ترفع البطاقه الشخصيه مع صوره المشكله اللي انت رفعتها. تمام، طبعا انا ما عنديش مشكله، انا بقول لك الطريقه ازاي. فانت بتبدا تكتب اسمك بالكامل، يعني يفضل ان انت تكتب اسمك بالكامل في الرساله. وطبعا بعد ما بتعمل ارسال بيجي لك الرد، بيقول لك من 3 ايام ل 10 ايام، وان شاء الله المشكله تكون اتحلت. وزي ما قلت لك المشكله لو اي حاجه غير حقوق الطبع والنشر فالموضوع بيكون بسيط جدا. تمام، فحاول تتجنب اي مشاكل لحقوق الطبع والنشر، سواء بقى فيسبوك، انستجرام، تيك توك، اي حاجه من الحاجات دي. خاصه الفيسبوك السياسه بتاعته قويه جدا، حاول تتجنب ده.
تمام. فدي الطريقه باختصار، وزي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات قبل كده، استخدم الشات جي بي تي دراعك اليمين. يعني لو في اي حاجه في شغلك، في دراستك، في اي حاجه، استخدم الشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي عموما. ده كان فيديو النهارده، اتمنى لو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك لو انت لسه جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.